الحوار ده زي ما دعا قبل كده الناس تانية وقعد معاهم وبيجيبهم وبيقعد معاهم. بس في ناس بتبقى خفيفة على قلوب ناس، وفي ناس بتحب تطلعك في صورة وحشة. فانا طبعا انا ما توجهتش لصفحات الجرايد ولا حاجة، ولا زي ما هم بيقولوا. انا قلت ان في حاجه بتوصل لراجل غلط، وعلى فكره ده ليه اسبابه. يعني بقول لك انا اتقابلت انا وهو، لقيته بيسلم بطريقه مش، يعني انا ما فيش بيني وبينه حاجه، فده زعلني. وان ده اللي يدل لا ان في حاجه بقى مش مظبوطه في الموضوع. انما هو لو هو راجل المفروض مدير فني، هو راجل المفروض مدرب، هو اللي يدعو لده. لان انا في النهايه مش انا اللي هدعو ان انا اروح اقعد معاه والكلام ده وكده. وبعد كده هو بيتكلم على الجهد، ها، فمصر كلها تعرف احمد حسن من خلال الجهد هو مين يعني. لا طبعا انا بجتهد، ودليل على كده ان انا كنت موجود مع نادي الزمالك لحد اخر مباراه الاهلي، والناس كلها اشادت بيا في المباراه دي. ومع ذلك ما كنتش موجود في المنتخب. مش مزعلني، ما فيش مشكله، بس ما ينفعش نتكلم على الجهد، لان الحمد لله انا راجل بجتهد. وانا يعني معروف عليا اكتر من الفنيات ان انا راجل مجتهد داخل الملعب. تقول لبرادلي ايه؟ اقول له كل التوفيق ليك، وربنا معاك، وربنا يوفقك. ولكن يا ريت هو، يا ريت هو اللي يتابع وهو اللي يشوف، ما يسمعش من حد.